وعليه ضرورة يوسف ودماء سفيت أحرار قسما للناس يفتحها والدماء سفيت أحرار والقلوب نامعة خاضقة الجبال شامخة الشامخة نحن قمنا حياتنا وممات وعقلنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. السيدة والسادة الأساتذة الطاقم التربوي والإداري الكرام أبنائي بنات السلام عليكم. والله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عزيز بالنسبة إلى كل الجزائريين ولولا دماء أولئك الشهداء وأيضا تحيات المجاهدين ما نحن اليوم واقفون هنا في مؤسسة الدولة، وبالتالي علينا أن نحمد هذه النعمة وحمد لله للنعمة وبالمحافظة عليها، لأن حقق الدولة الزاوية الوطن العزيز محاصر من كل جهة، بالتالي يجب أن يكون الجبهة الداخلية جبهة متماسكة في حق الوطن. طبعا سببية حسين الموالين أعتقد أنه شهدت تغييرات كبيرة، ونبدأ من القاعة قبل سنتين وجدتها ليست هذه كما هي حاليا. ربما الطاقم التربوي والإداري كان يعرف كيف كانت هذه. أيضا لاحظت هناك تغيير كبير بالنسبة إلى مشاركة النوادي الثقافية والرياضية، أيضا بالنسبة للنتائج السنة الماضية كانت نسبة النتيجة حوالي 54%. هذه طبعا جاءت بمجهودات كل الطاقم التربوي والإداري وحتى فاعلين في المجتمع هنا في بريزينا، نحن نشكرهم ونطلب منهم المزيد. ولا شك أنه من بين الناس الذين ساهموا في هذه النتائج، لأنه نتيجة ربما ليست كان واحد هو الأستاذ المرحوم سلطان محمد، فندعو الله له بالرحمة وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يصلح له ذريته إن شاء الله بدعواتكم إن شاء الله. لا أريد أن أطيل عليكم، بارك الله فيكم على هذه المجهودات ونتمنى لكم التوفيق في أعمالكم. السلام عليكم. أرحب بالسادة الحضور وعلى رأسهم السيد مدير التربية بولاية الأبيض الذي لبى الدعوة رغم بعد المسافة. كذلك أرحب بعائلة المرحوم شريفي محمد الذي أفنى حياته في خدمة المعلم أو في خدمة المتعلم وخدمة أبناء بريزينا وأبناء الجزائر عامة، رحم الله الفقيه. كذلك لشهداء الجزائر وأبطالها الذين ضحوا بحياتهم وأنفسهم وأعز ما يملكون من أجل حرية هذا الوطن ومن أجل استقلاله ومن أجل أن يعيش أبناؤه ممجدين فرحين في جو من الاستقلال. سنة كلها ومجاهدون كرام تضحية لهذا الوطن. والشهيد أيها الإخوة في الجزائر هو أسطورة، الشهيد عند الجزائريين هو الأسطورة الخالدة. لماذا؟ لأنه قدم أعز ما يملك، قدم النصر الغالية